لا والف لا، ولو موتني مش هوافق على ده ابدا. رد عليا بكل برود وقال لي: انتي فاكره انك بتلوي دراعي؟ لا يا صفاء، وهتعملي اللي انا عايزه ورجلك فوق رقبتك. يا بجحتك يا اخي، ايه البرود اللي انت فيه ده؟ انت ازاي قادر على نفسك تكون كده اصلا؟ الكلام معاك مش هيجيب نتيجه، وهنفذ كلامي، وده اخر قرار عندي. خلصت كلامي وسبته ومشيت. دخلت اوضتي وقفلت على نفسي. قلبي موجوع، وبرغم من ده مش عارفه انزل دمعه واحده. رجعت راسي لورا، ورجعت للماضي، ورجعت لقصه حبنا. ياه، رجعت بيا الذاكره لاول يوم جامعه. كنت داخله عامله زي العيل الصغير اللي تاه من اهله. مكان واسع وكبير، عماله امشي واتفرج، مش عارفه اعمل ايه. وفجاه ومن غير مقدمات اتخبطت فيه. وطبعا عشان انا سترونج وقويه جدا فضلت اعيط جامد. قعد يهدي فيا ويعتذر ويقولي: ما كانش قصدي والله، انا اسف، بجد اسف. وبعد عياط كتير سكت وقلت له: معلش حصل خير، بس البني ادمين الطبيعيين بتعمل ايه في الكليه دي؟ انا تعبت لف بجد. طيب بس قوليلي انت عايزه كليه ايه؟ فرديت وانا بمسح دموعي وقلت له: طب اسنان. ياه، وايه اللي جابك هنا؟ انت كده في تجاره والكليه بتاعتك في الاول. بس على العموم ما تخافيش، انا هوديكي. بجد؟ كتر الف خيرك والله. وفعلا رحنا سوا للكليه، وفضل معايا اليوم كله. كمان جاب لي الجدول وعرفني على كل حاجه في الكليه. شكرته جدا، وبعدها روحت. ومن بعدها بقيت اشوفه كل يوم في الكليه. كان كلامنا في البدايه عن الكليه واخبارها، لكن مع الوقت كل واحد فينا عارف عن التاني اكتر، وحبينا بعض وتعلقنا ببعض جدا. مجدي كان في تالتة كلية تجارة، وانا طبعا زي ما انتوا عارفين فضلنا مع بعض لحد ما اتخرج. وبعدها طبعا انا كان فاضل ليا 3 سنين في الكلية، لكن برغم كده ما بعدناش عن بعض. كان معايا طول الوقت. اي نعم مقابلاتنا قلت كتير بسبب الجيش بتاعه، لكن كنت اول واخر حد بيشوفه في الاجازة. استمر الحال كده لحد ما هو خلص جيشه وكمان اشتغل، وانا كمان اتخرجت. وبصراحة طلع قد كلمته ونفذ وعده معايا، وجه طلبني من بابا. وفعلا خلال 3 شهور كنا متجوزين. كل اللي حوالينا كانوا بيحسدونا، الكل كان مستغرب. معقول في حد بيحب كده؟ انا نفسي ما كنتش مصدقة. كنت بدعي ربنا كل ركعة انه يديم حبنا ونفضل مع بعض طول العمر. مرت الايام وبدأنا نشتغل احنا الاتنين ونأسس بيتنا ونكبره مع بعض، لحد ما ربنا كرمنا وخلفت اول طفل لينا. وعدت الايام وربنا رزقنا بكمان ولد. حياتنا مستمرة وجميلة. حبي ليه كان بيزيد كل يوم عن اللي قبله. لكن في يوم حصلت الصدمة اللي ما كانتش تخطر على بالي ابدا. فقت من ذكرياتي على خبط جامد في الباب وزعيق من مجدي: افتح يا صفاء، ما ينفعش كده، خلينا نتكلم. لا يا مجدي. وسألنا وطلع معايا حق. رد وقال لي: نروح نسأل عند حد تاني. وبعدين نسأل ليه؟ ما احنا عايشين كويسين. ليه بتعملي كده بس يا صفاء؟ انا بحبك والله. بتحبني؟ بأمارة ايه يا مجدي؟ فين دليلك على حبك ليا؟ رد وقال لي: وهو حبنا محتاج دليل؟ للأسف زمان ما كنتش بحتاج اي حاجة، لكن بعد اللي عملته عايزة اللي يثبت ده. ومن فضلك ابعد عني، ومش هفتح الباب. المرة دي بكيت بحرقة، بكيت على سنين عمري اللي راحت، بكيت على الأيام اللي قضيتها وأنا مخدوعة. بدأت أمسح دموعي وأقول لنفسي: لا يا صفاء، ما ينفعش تكوني ضعيفة أبدا. ورجعت تاني افتكر الليلة المشؤومة. كنا في فرح ناس قرايبنا، والكل مبسوط وفرحان وبيرقص، ووسط هزارنا وضحكنا لقيته داخل عليا وبيقول لي: أعرفك على مراتي التانية. كان حاطط ايده عليها، وبرغم المنظر اللي أنا شايفاه قدامي لكن رفضت أصدق، وضحكت وقلت له: وده من امتى ده؟ لقيته بيرد بكل جبروت: اتجوزتها من 5 سنين،
ومع ذلك برضو رافضة أصدق، رافضة أسمع. أكيد بيهزر معايا، مجدي عمره ما يعمل فيا أنا كده. طب لازمته إيه الهزار ده بس يا مجدي؟ لكني لقيته بيتكلم بجد وبيقول لي والله مراتي يا صفاء الخبر وقع عليا صدمني. عارف لما تكون في عز الحر ويجي حد يدلق عليك مية متلجة؟ هو ده كان شعوري. مهما وصفت فيه مش هقدر اوصف وجعي. حسيت وقتها ان قلبي بيوجعني، حاسه ان قلبي بدأ ينزف، وبالرغم من كده فضلت ساكتة وعديت الفرح للآخر. وبعد الفرح قال لي انه هيروح معاها النهاردة وبعد كده هيقسم الاسبوع بينا. رديت عليه بكل برود وقلت له خليك عندها الاسبوع كله افضل، مش فارقة. ومشيت وسبتهم من غير ما انطق حرف. وقتها اهلي طلبوا مني اروح معاهم ومرجعش شقتي، لكني رفضت. اصريت ان انا ارجع بيتي، واول ما دخلت بكيت وصرخت. ماشية في الشقة بتفرج على صورنا وذكرياتنا، مش قادرة اوقف دموعي، مش عايزة اوقفها، لاني اول ما بطل عياط عمري ما هنزل دمعة واحدة عليه تاني ابدا. عدى يوم والتاني والتالت من غير حتى ما يسأل عليا. معلش مشغول مع مراته الجديدة. لا جديدة ايه يا صفاء؟ دي من 5 سنين، يعني تقريبا من وقت ما خلفت اياد ابني. كل اللي محيرني ونفسي اعرفه هو ليه عمل كده؟ وحشة مثلا؟ ازاي؟ دي كل الناس كلها بتحلف بجمالي، بيحلفوا بشكلي. طب كبرت؟ استحالة، انا عمري كله 32 سنة. طب حبي له قل مثلا؟ برضو لا. امال ليه بس يا رب؟ فجأة لقيته داخل عليا وبيقرب مني وعايز يحضني. بعدت عنه، بعدت من غير ما انطق ولا كلمة، وهو تجاهل الموضوع وكمل عاملة ايه يا صفاء وحشتيني. ضحكت بعلو صوتي وقلت له وده من امتى ده؟ وبصيت في عيونه وقلت له على قد ما كنت بحبك. وقبل ما اكمل لقيته بيقول لي ايه كرهتيني؟ رديت عليه وقتها وقلت له لا، الكره ده شعور وانت اصلا ما بقيتش في حياتي. الوضع استمر على كده 3 شهور. طبعا هتسألوا نفسكم ما اتطلقتش ليه؟ في الحقيقة انا ما لقيتش للطلاق اي لازمة. انا مش هتجوز تاني، وكمان مش عايزة ولادي يكونوا شايفين ان في خلافات ومشاكل بينا وهم لسه اطفال. احنا دايما كنا بنحط مرتباتنا على بعض ونصرف منها، لكني اكتشفت بالصدفة انه بيصرف من مرتبي على بيته التاني. ومن هنا خطرت في بالي فكرة وقررت انفذها. استنيته، واول ما رجع واجهته. وفي الحقيقة ما انكرش ابدا. يا جبروتك يا اخي، يعني بتصرف من تعبي على مراتك التانية؟ اعمل حسابك انا من بكرة هقعد من الشغل اربي عيالي زيها، وانت ملزوم تصرف علينا احنا الاتنين. بصلي بصدمة وقال لي انتي بتقولي ايه؟ انا ما اقدرش اصرف لوحدي على بيتين ابدا. يا سلام، لكن تقدر تتجوز 2 مرات مش كده؟ ده اللي عندي وده اخر كلام. بس كده يبقى حرام عليكي، ربنا ما قالش كده. برضو ربنا ولا قال انه المفروض اصرف على مراتك التانية. قال لي وقتها طب ايه رأيك نسأل شيخ؟ رديت وقلت له موافقة. وفعلا رحنا عند الشيخ وسألناه. وقتها قال ان الحق معايا وهو ملزوم يصرف عليا انا وولادي زي بيته التاني بالظبط. وفعلا نفذت قراري، ودلوقتي مش موافق وعايز يسأل شيخ تاني. خبط الباب اشتغل مرة تانية، لكن المرة دي ما كانش مجدي، كانت هيام مراته التانية. لقيتها بتقولي مجدي دخلني ومشي، ممكن تفتحي اتكلم معاكي شوية؟ فتحت لها وبكل برود قلت لها نعم. لقيتها بتقولي حرام عليكي، انتي ما بتحسيش؟ انتي عارفة كويس انه مش هيقدر يصرف علينا احنا الاتنين كده. انا هتطلق واترمي انا وابني في الشارع. انتي ايه ما عندكيش قلب؟ رديت وقلت لها لا ما عنديش، كان فيه وخلص، وهو ده اللي عندي زيك بالظبط، وتفضلي يلا من غير ما ترد. خرجت وهي عمالة تقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك، انتي السبب في خراب بيتي.
لكن ما فرقش معايا الكلام ده، واستمريت على كلامي. وفعلا مرت الشهور على نفس الحال، ومجدي بقى يشتغل أكتر من شغل علشان يجمع المصاريف. كنت وقتها بشوفه تعبان ومرهق جدا، لكن كل ده ما فرقش معايا، لأني ببساطة جدا ما بقيتش شايفاه أصلا خلاص. وبالرغم من إني كنت رافضة الطلاق، لكن فجأة لقيت حياتي فاضية لأبعد حد، ما فيهاش أي حاجة، حتى الشغل كنت قعدت منه. فقررت أتطلق واخد ولادي وارجع عايش لنفسي وولادي وبس. في البداية كان رافض يطلقني، لكن مع إصراري وافق واتطلقت. عشت عند أهلي ورجعت شغلي تاني، بس رجعت وأنا ناوية أكون أنجح وأشطر دكتورة في المجال. والحمد لله قدرت أثبت نفسي في فترة قصيرة جدا، وقدرت أخد شقة لوحدي أنا وولادي، وحياتي استمرت على كده. قدمت لولادي في مدرسة خاصة، وفتحت عيادة أسنان، وبقت أكبر عيادة ومشهورة جدا. لكن بعد 2 حصل اللي ما كنتش أتوقعه. لقيت جرس الباب رن، بفتح لقيته مجدي، وعلشان أنا بنت أصول رحبت بيه. قلت أكيد عايز يشوف ولاده. قلت له خير يا مجدي، عايز إيه؟ قال لي وهو حزين وشكله كان متبهدل، أنا حياتي اتدمرت من بعدك يا صفاء، بدور عليكي بقالي 2 وأخيرا وصلتلك، أنا عايزك ترجعيلي. وقتها ضحكت من قلبي بجد، لأني شايفة حقي بيرجعلي. قلت له أنت اللي اخترت تتعب، وبعدين مراتك مالها، ما حلو ارجع لها. سكت شوية وقال لي هيام دي ورتني أسوأ أيام حياتي. وفضل يحكي لي ويقول لي بس أكيد ده انتقام ربنا ليا، عشان بعت الغالي واشتريت الرخيص. دورت عليك كتير قوي يا صفاء، معرفش عقلي كان فين وقتها. اتكبرت على نعمة ربنا فخدها مني. فين أيامك؟ أيام لما كنت أرجع ألاقي الدنيا نظيفة والولاد شكلهم حلو، كنت بتعملي كل حاجة برغم شغلك، عمرك ما قصرتي أبدا. بس أنا ندمت، والله ندمت، يا ريتني ما سبتك يا صفاء، بس أنا هرجعك تاني وأتمنى تسامحيني. وقتها قلت له وأنا متعصبة امشي يا مجدي، أنا مبسوطة بحياتي كده، مش عايزة أرجع لك تاني. قال لي وهو حزين وندمان من جوه أنا آسف يا صفاء، أرجوكي سامحيني، عرفت غلطي وندمت عليه ومش هيتكرر تاني أبدا، خلينا نرجع ونفتح صفحة جديدة. قلت له بنفاذ صبر بعد إيه؟ ما بقاش ينفع خلاص. فضل يتحايل عليا ويقول لي هينفع، أرجوك يا صفاء، أنا عرفت قيمتك وعرفت يعني إيه تبيع الألماس عشان شوية فضة. بكبرياء قلت له كويس إنك عرفت وفهمت، بس للأسف متأخر قوي، خلاص ما بقاش ينفع نرجع لبعض، وبعد إذنك اتفضل عشان عندي شغل. مشي من عندي وهو مكسور وزعلان، زي ما أنا خرجت من بيتي قبل كده مكسورة وزعلانة، لكن لقيته رجع تاني سابلي ورقة ومشي. الورقة كان مكتوب فيها صفاء مش عايزة ترجعيلي ماشي، بس ما تحرمنيش من ولادي، أنا اللي عملت كده وضيعت بيتي بإيدي وندمت وعرفت غلطي، عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة في حياتك وتهدم وتكسر قلب حد فكر كويس، لأن الندم مش بيفيد في النهاية. قفلت الورقة واتأكدت إني مندمتش على قراري، وبقيت مبسوطة قوي لندم مجدي، عشان محدش بيحس بقيمة الشيء اللي لما يفقده. بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان توصل لكم كل حكاية جديدة.